ايه ده هو ده السجق بتاع ام سعيد جزارة السعيد بطنطا اللي قلب الدنيا؟ ماله يا بابا؟ تعالى انا اقول لكم هو في ايه. الحكايه كلها ان بنتي طلبت تاكل سجق. بابا انت بتعمل وصفة إيه النهاردة؟ النهارده انا بحضر لاحسن وصفه طاجن تورلي. لا، انا عايز اكل سجق النهاردة. بس كده عينيا الاتنين. اديني 5 دقايق بالظبط وهجيب لك احلى شويه سجق تاكليهم. وانا هستناك. على طنطا طنطا طنطا. والعربيه اتحركت بينا واهم حاجه المناظر الطبيعيه. وقفت التوك توك وقابلت الشاب المحترم دون وقلت له عايز اروح عند جزاره السعيد في شارع رفاعي. قال لي الناس دي نمره واحد بس المحل بتاعهم الجديد من ناحيه المعرض. بصوا يا جماعه، انا وصلت هنا طنطا مخصوص عشان اجي جزاره السعيد عشان اخد منها اجمل سجق ممكن تشوفوه في حياتكم. ادي السجق اهو على الطبيعه، انت هنا شفتوه على الطبيعه. اي حد ممكن يصور، لكن انا الشيف محمد المصري هطبخه واقول لكم التيست بتاعه عامل ايه وطعمه اخباره ايه، وهل بقى الشكل زي الجوده ولا لا. احنا هنا وصلنا طنطا اهو خلاص بعد الرحله الطويله احنا شفناها دي، وهنشوف بقى الطعم اخباره ايه. ومعانا المعلم الجميل اهو بيسلم عليك. ان شاء الله ده اكيد يا معلم بامر الله. من وشك يسلمك دوت. ربنا يخليك. يلا بينا. انا جيت اتاخرت عليكي؟ لا خالص. مش قلت لك 5 دقايق وبس؟ بس وعد انا جايب لك شويه سجق مالهمش حل. منين؟ من جزاره السعيد في طنطا. انا شفتهم مصورين فيديوهات كتير جدا السجق بتاعهم شكله بسم الله ما شاء الله، بس هل يا ترى الشكل زي الطعم؟ ايه ده هو ده السجق بتاع ام سعيد جزاره السعيد بطنطا اللي قلب الدنيا؟ ماله يا بابا؟ انت مش شامه ريحه السجق عامل ازاي؟ تحفه قوي. الريحه جميله جدا جدا. فكرتني بالسجق بتاع زمان. شكل السجق لوحده يتحدث عنه من غير ما اقول الطعم ايه. باين من شكله، باين من الخدمه بتاعته. والمعلم بسم الله ما شاء الله عامل صباع السجق قد كف ايديا، حاجه كده محترمه. وباين جدا من جوده اللحمه اللي موجوده جوه مع نسبه الدهن، حاجه كده ما شاء الله. شايفين التخريزه اللي موجوده دي؟ تعالوا بقى عشان نشوف الطعم عامل ازاي. اول حاجه بدات افصل السجق عن بعضه. ولو روح الشيف اللي جواكي طلعت وعايزه تعملي زي المطاعم بالظبط وعايزه تعملي السجق في صينيه، هنفك الضفيره بس من بعضها. طاسه سخنه على النار وانزلي بالسجق. هديله صدمه على الجنبين لحد ما يبتدي ياخد اللون. هو مش هياخد معايا بالظبط اكتر من 5 دقايق. اول ما تلاقي الريحه فحفحت معاك واللون وصل للدرجه الجميله دي، خلاص ارفعها على طول من على النار. هزود شويه ماده دهنيه عشان هو ما نزلش سمنه كتير، وهنزل معايا ببصلتين متقطعين. الروايح فحفحت وهتلم عليها الجيران. اول ما البصلايه بتاعتي بتدبل بنزل على طول بشرايح فلفل رومي، وممكن كمان انزل بفلفل سبايسي.